سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. جيتكم اليوم في فيديو جديد ووصفه جديده اللي تحضروها برك في 5 دقائق. انا توجور نديرها. يفضل لك المكونات هذاك الخبز كي يفضل لك مكان ترمي حروه ديري به افضل وصفه. اذا كنتي اول مره تدخلي لاشين حطي ابوني، فعلي الجرس وخلي لي جيم كومنتير، وهكا باه ما نضيعوا والو. يعني اي حاجه تكون تفضل لك في الدار استعمليها استغليها. راح نخدموا البان باردو بمكونات موجوده في كل منزل، ما كاش منزل ما فيش هاد المكونات. انا كما راكم تشوفوا عندي حبه تاع البيض، ودرت عليها مغرفه ونص نتاع السكر، سكر عادي، وزدت لها هنايا نص مغرفه نتاع لافاني البودر، هذه اللي تجيب بودر هذه، وزدت عليها هنا. علاش؟ باش ما تبقى ريحه البيض هذه. لازم تكثروا لافاني البنات، باسكو هذه اهم حاجه. لو كان ما تكثروش راح تجيكم ريحه البيض ومش راح تقدروا تاكلوه، راح تعرفوه. وهنا زدت ثاني لافاني هذيك اللي تجي عطر الفانيلا اللي يتباع، هذيك هذيك لا دوز ب10 ميل. زدت هنايا باش نقضي تماما على ريحه البيض، هكا ما تجينيش كامل ريحه البيض. ونخلط المكونات مع بعضهم مليح مليح حتى ينسجموا لي مليح كما راكم تشوفوا هنايا قدامكم. وراح نزيد الحليب حوالي 5 مغارف حتى 6 مغارف تاع الحليب، كل وحده شحال تزيد. مهم ما تكثروش بزاف باه ما يجيكمش هذاك الخليط بزاف جاري. ونخلط مليح مليح كما راكم تشوفوا هنايا. مكونات هذا ما راح نسحقوا فيهم، بزاف سهلين وبالخف توجدوها كامل، ما تديلكمش الوقت. تقدروا ديروها القهوه العشيه، تقدروا ديروها صباح الفطور كي تنوضوا. وهنا كما راكم تشوفوا عندي خبز لازم يكون يابس. الخبز كي يفضل لكم يبسوه وخلوه، بصح ما تخلوش يطول بزاف نقولوا زعما خلوه هكاك 3 ايام 4 ايام كيما نقولوا. وكيما راكم تشوفوا قصيتو كيما هكا، يكونوا دي طرونش هكا، ما يكونوش بزاف خشن ما يكونوش بزاف رقيق. وانا حطيت الزبده هنا في المقله تاعي خليتها تذوب باش راح نقلي فيها البان باردو تاعي. هنا نحكم هذاك الخبز نديرو في هذاك الخليط اللي درناه، ونخليه حوالي 2 دقائق برك، ماشي بزاف باسكو يكون يابس. ثم يكون عنده 3 ايام ولا 4 ايام اللي بس يكون يابس. حطوه في هذاك الحليب باش يطرى شويه، واحد 2 دقائق هكاك. ومن بعد نديوه ديريكتومون للمقله كما راكم تشوفوا هنايا معايا. اقليوه على نار تكون متوسطه حتى يتحمر لكم هنايا من تحت ومن فوق. دي بريفيرونس تستعملوا الزبده، اذا ما عندكمش تقدروا ديروا زيت، بصح الاحسن الزبده، وتحمروا من تحت ومن فوق حتى يوجد لكم كيما هكذا راكم تشوفوا. شوفوا خذالي اللون الذهبي، شوفوا لاكولار تاعو جات بزاف شابه، يعني هايله. هنايا كي يطيب يكمل يكون عندكم عسيله وجدتوها من قبل. ديروا السكر، شويه تاع السكر يذوب وحتى يتحمر لكم شويه، ومن بعد زيدوا عليه الماء، ومن بعد زيدوا السكر وخليوه يغلي حتى يولي لكم ثقيل كيما هكا. وشربوا به هذاك البان باردو تاعنا باش يجينا بزاف بنين. واذا حبيتوا طريقه سنة العسل دوك نديرها لكم في فيديو واحد اخر ان شاء الله. فوالا كما راكم تشوفوا نشربها، كل واحد يحبها، اذا تحبوها حلوه بزاف ولا لا معسله بزاف ولا لا. ليسونسيال انا نشربها كيما هكا، نسيي عليهم كامل. وهنايا كانت عندي شويه شوكولا، هنا تزين يبقى اختياري. هنا كما شفتوا في لي فوطو الاولين هذوك درتهم في رمضان، كان عندنا الفراز وكامل. هنايا تقدروا ديكوريهم بالفراز، هنا درت لهم شويه شوكولا، شويه هذوك لي بيبيتو شوكولا وخلاص. اما اذا عندكم تقدروا ديروا له الفراز، تقدروا ديروا له البنان، يعني كل واحد اللي الشيء اللي عندك ديريه. هنا درت له تزيين بسيط باسكو ما نجي في وقت الفراز. فوالا شوفوا كيفاه جا الداخل، شوفوا كيفاه جا يجي مشرب وطري ويجينا محمر من الداخل ومن برا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، جربوها مش راح تندموا. اذا جربتوها خليوا لي رايكم في لي كومنتير. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.